ما بين الاستغفار وسورة البقرة إياك نعبد وإياك نستعين. خلينا نوقف وقفة جميلة جدا جدا في هذه النقطة ونتفكر شوي. والله إنها من أجمل الحلقات، لكن يعطوني وقت حتى أتكلم في بعض النقاط، وبعدها نربط الأمور كلها عشان نعرف كيف نحقق حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان، حقيقة كل شيء من العبادة. الله هو الرزاق. طيب ليش بتروح على البنك؟ ليه بتغش؟ ليش بتسرق؟ الله هو الرزاق. الله كتب لي رزقي في بطن أمي. طيب ليش أنا بغش وبكذب وبسرق؟ هذه هناك كلام إنه الرزق عند الله، لكن الحقيقة تكذب هذا الشيء. بالنسبة لي ما أنا بسرق وأنا بغش وأنا بخدع وأنا بساوي هاي الأشياء كلها. طيب إذا كان رزقي لن يقترب منه أحد، فلماذا أغضب الله في هذا؟ هذا هو الكلام. هذا الكلام. إحنا ننتقل من علم اليقين، إنما قاله الله جل في علاه حق، وقاله رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى هو حق، إلى أن نحقق هذا الأمر نعيشه واقع. فأنا لا أمد يدي إلى أحد. والله يا جماعة إن هذه إن شاء الله بعد توفيق الله ستكون من أجمل الحلقات التي تمر عليك للمفهوم الصحيح لسورة الفاتحة إن شاء الله، بعد أن أدخل إلى هيك أعطي شوية أمثلة ونشرع في هذا التفسير إن شاء الله. من أجمل الحلقات عشان أنت تعرف ليش أنت ضايع، عشان تعرف أنت ليش تايه في هذه الدنيا، عشان تعرف أنت ليش يا رب يا رب ولا يستجيب الله. لماذا؟ هذا هو. أنا بدي أوصل لك هذه الرسالة. كيف إني أنا المتفلسف يتفلسف ويقول إنه كذا وكذا وكذا، لكن الحقيقة تنافي كل الكلام. الحقيقة اتقوا الله، خافوا الله، ولكن لا نخاف الله ولا نتقي الله ولا شيء. نتكلم. فهمت علي أنا شو قصدي؟ كيف يعني ينتقل الكلام إلى واقع ملموس أحققه وأعلم يقينا 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 إن رزقي لن يقترب منه أحد، فأحبك ولا أحسدك وأنصح لك وأبين لك، فأنت لن تقترب من رزقي. نبدأ على بركة الله. بنعطيك أمثلة إن شاء الله. صبركم علي شوي حتى أربط الأمور ببعضها البعض عشان تأخذوا مفهوم علاقة الاستغفار وسورة البقرة فيما أقول من الفهم الصحيح لكتاب الله ومراد الله، وكيف إنا نحن سنكون من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحب بعضنا البعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حقيقة نحن بنعرف نقول هذا الكلام. كيف أنا ادعيش أني أحبك وأنا عمال أعطيك من وقتي، وفضل الله علينا كبير إني أنا أبين لك هذا الأمر، وأنا أريد أن أعطيك وأعطيك حتى أنشلك من قاع البئر، حتى يعني نعيش الحياة التي فيها حقيقة الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التوحيد 13 عام، فعندما فرضت الصلاة كانت لربما هي في السنة التاسعة من البعثة، يعني كأنها 4 سنوات، يعني الأقوال مختلفة من البعثة، يعني من الهجرة عذرا، يعني لربما السنة الرابعة قبل الهجرة فرضت الصلاة، يعني في الإسراء والمعراج. فتأخذوش هذا الوقت، احنا بدنا نأخذ الكلام. لكن التوحيد، حقيقة التوحيد الذي علمهم رسول الله لأصحابه حتى عرفوا من الذي سيعلمنا احنا التوحيد حتى نعرف حقيقة الإيمان. هذا خلينا نبدأ على بركة الله. جماعة هاي الحلقة إن شاء الله إن طالت للأصحاب على الفيسبوك بستطيع أن أعطي فقط 35 دقيقة، لأنه الفيسبوك لا يسمح لي. بعد 35 دقيقة أنا أقطع. وإذا كانت الحلقة أطول إن شاء الله سأجعل يعني جزء أول جزء ثاني للفيسبوك. يوتيوب كل الحلقة كاملة إن شاء الله. فبنكتب جزء الأول جزء الثاني للفيسبوك، فاسمعوا الكلام للآخر عشان ترتاح. أنا ما بفلسف في الأمور، أنا بدي أريحك كما ريحني الله. والله أريد لك الراحة. لن أكون مؤمنا، لن أكون مؤمن إذا ما بحبش الخير لك. لا أكون مؤمن إذا أنا همك مش همي. لن أكون مؤمن، أنا كذاب. هذه هي الحقيقة. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. لازم أكون وأبين لك أنا كيف وصلت إلى الخير، ببين لك إياته عشان تأخذ. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أإله مع الله.
فأنا أبين لك عشان تسير في هذه الطريق. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني إحنا صراحة وصلني رسالة أو رسائل من الشيخ عصام يوسف، المسؤول عن يعني مسؤول عن نور البيان عربي القرآن، مشكور جزاه الله خير، وبعث لي تفسير اليسير لآية إياك نعبد وإياك نستعين سورة الفاتحة. وأنا أريد أن أعلق هنا كيف نطبقها كلام حقيقة. أنا بعرف أنه رزقي عند الله، لكن أنا قد أغش وقد أسرق وقد يعني أبقى حسود، وهكذا كيف أعيشها حقيقة، وهكذا كيف أستعين بالله حقيقة. مش فقط أنا أقول يعني إني أعرف معاني الكلمات، معاني الكلمات كثير ناس بتعرفها، لكن التطبيق أنا أبو أحمد لا أستطيع لوحدي. هناك أدوات، عشان هيك ربط إياك نعبد وإياك نستعين بالاستغفار وسورة البقرة. لكن بدي أعطيك مثال الآن على سورة البقرة. مثلا على سبيل المثال الله جل في علاه يعني حببنا في الصدقات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. شوف الإنفاق شو بيسوي لك، بيفتح عليك أبواب الخير. لكن ماذا يأتي وراء؟ عشان أبين لك، أنا أربط الكلام هذا بالكلام اللي بدي أبقى أقوله عن الفاتحة، فاتحة الكتاب. فجاء لك الله يرغبك بإيش؟ الله رغبك في إيش؟ بالإنفاق. ماذا يأتي بالإنفاق؟ ينفق في الخير. والرسول عليه السلام الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، وقال ربي قال ربي ارجعني لعلي أتصدق أو أكون من الصالحين. طيب أعتذر، هاي الآية جاءتني الآن كيف بقولوها مش حافظها، لكن الذي مات حتى لو في سبيل الله قال يعني حتى يتمنى الرجوع حتى يتصدق. والرجل في ظل صدقته يوم القيامة، و صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وداووا مرضاكم في الصدقات، وكل هذا يرغب الله جل في علاه في الصدقات. الآن ماذا تأتي الآية بعد الصدقات؟ يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا. نعم، يا أيها الذين آمنوا بعد الترغيب، أو عذرا بعد الترغيب في الإنفاق وإنه يكون خالص لوجه الله، يأتي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالله بدأ يكرهك في الربا هنا. سبحان الله، رغبك يعني أعطاك الترغيب، بين لك الله بين لك في سورة البقرة عشان نعرف إن سورة الفاتحة لما أنا أرمز لإشي هنا، أنا داصل لإشي عشان أتكلم عن سورة الفاتحة وكيف نحقق، وما علاقة سورة البقرة والاستغفار بإياك نعبد وإياك نستعين حقيقة تطبيقا أعيشها واقعا. لا أسألك ولا بدي أسألك وماليش عندك إلا من باب الأخذ بالأسباب. قلنا الصدقات الله يعني حببها إلى قلبك بالأجر الذي فيها وفي العطاء الذي فيها، ثم نبهك من الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان من المس. نعم، الذي يتخبط الشيطان من المس. ثم قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهنا الربا الله سيحاربك عليه. الآن ماذا جاء بعد الربا؟ الآية أطول آية في كتاب الله الدين. وكأنه إذا اقتربت واقترفت الربا ستكتب على نفسك أكبر فصل في حياتك، ألا وهو الربا، ألا وهو الدين. ستدخل إلى دائرة الدين لا تنتهي بسبب اقترافك للربا. وصلت إسا هنا كيف الله رتب الأمور. الآن احنا نرجع لسورة الفاتحة، خلينا نسمع شوي صغيرة شوي بس لحظة. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، احفظه وحفظه أحبابك، فالتوحيد رضا للرب وسعادة للعبد. أخي المسلم القرآن الكريم
اعتذر شوي هيك بدي اظبط الصورة لاني مش شايف مليح انا. اخي المسلم، القرآن الكريم كله عظيم، واعظم ما فيه سورة الفاتحة، واعظم ما في الفاتحة آية إياك نعبد وإياك نستعين. الآن نصل إحنا لإياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها إنا نخصك وحدك يا الله بالعبادة، ونستعين بك وحدك في كل جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك لا يملك منه أحد مثقال ذرة. ففي الآية دليل على أنه لا يجوز العبادة من دعاء واستغاثة وتوكل ونذر وذبح وحلف وطواف ومحبة وخوف ورجاء إلا لله وحده. وفي الآية شفاء للقلوب من داء التعلق بغير الله، فلا 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 يضر ولا ينفع إلا الله، فلا يضر ولا ينفع إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. رواه الترمذي. فحافظ على الصلوات وافعل الخيرات واجتنب المنكرات، قاصدا رضا الله وحده رب الأرض والسماوات، يسعدك في الحياة وبعد الممات. يعني أعتذر شوي. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شو بيجي وراها؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أين موجودة هاي؟ في سورة البقرة. أنا ربطت لك الآيات. أول إشي الصدقة حببك الله فيها، ثم نبهك من الربا، ثم قال لك إذا اقترفت الربا، وكان يقول لك هذا فصل الدين الذي يعني ستعلق فيه في كل حياتك بسبب اقترافك لربما لربا مرة واحدة التي سيعلن حرب الله عليك فيها. فإياك نعبد وإياك نستعين، فالله استجاب لك وأعطاك سورة البقرة. ماذا يوجد في سورة البقرة؟ جماعة أنا لما أتكلمش معاني كلمات، معاني كلمات، مش أنا بتكلم حقيقة ملموسة. أنا عندما أقرأ سورة البقرة أرددها ماذا يحدث. ولماذا ربطت الاستغفار في إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا ربطت الاستغفار في إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإذا سألت، نعم، الحديث القدسي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولئن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. كيف؟ تطبيق بدي تطبيق عشان تعرف. الرسول عليه السلام هذا القرآن نزل على الصحابة وهم بدأوا، قد علمهم الرسول عليه السلام التوحيد 13 عام، يعني قبل ما يتم 13 عام الرسول عليه السلام في تعليمهم التوحيد، قبل أن تفرض العبادات، بدأوا الصحابة يعرفوا الله ويسألوا الله عن ملح طعامهم وعن شراك نعالهم، عن كل شيء حقيقة ملموسة، لا يعني عشان هيك يطلقوا الدنيا. طيب أنا كيف بدي أعيش الحياة التي عاشها الصحابة؟ أنا بتكلمش يا جماعة كمان مرة، أنا بدي أرجع وأوقف على نقطة مهمة جدا. لو جئت لي بتفسير أفضل المفسرين بالكلمات، ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وأفردوا فيها كتب، لكن أنا بدي التطبيق، بديش أسأل مع الله أحدا. ليش أنا من علي اليوم في علي شك بدي أدفع ومعيش فلوس، ولا إسا بجمدوا لي حسابي وبصير مشاكل. إياك نعبد وإياك نستعين بدي أروح على البنك. اليوم في مشاكل يعني لا تنتهي، في مشكلة كبيرة بيني وبين كذا شخص، طيب شو بدي أساوي؟ يعني بدنا نساوي طوشي. كيف إياك نعبد وإياك نستعين؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله.
في كل منحى الحياة، أرزاقي، أولادي، حياتي، علمي، فهمي، في كل هذا كيف حياة. أنا بدي أطبق يا جماعة. المتابعين عنا نعيش التطبيق، مش نعرف يعني للكلمة 10 معاني وننتقل كلام هيك الجميل اللي له هيك وزن في اللغة العربية وبالآخر ما حدا يستطيع أن يطبقه. كيف أنا بدي أعيش إني أنا ما بسأل مع الله أحد؟ حقيقة أعيشها اليوم. والله يا جماعة وإحنا طالعين من خطبة الجمعة، طبعا أنا دائما كل خطبة جمعة يعني راسي هيك بصير، لأنه الكلام في واد ونحن في واد. فيش تطبيق. إحنا مشكلتنا ذنوبنا. طيب كيف ندرك الذنوب؟ هاي أنا ما بقول لك إنك ذنوب وخلص. إذا بقول لك ذنوب وخلص أنا مجرم. إذا بقول لك أنت بتأخر الصلاة وخلص أنا مجرم. إذا بقول لك تاكلش الربا وما بقولكاش كيف الحل أنا مجرم، أنا أجلد. هل في حل؟ نعم، 1,000,000% في حل. هل في حل إني أنا إياك نعبد وإياك نستعين حتما أنا لا أسأل مع الله أحد؟ نعم. هذا اللي بدي أوصل لك إياته. ما علاقة الاستغفار وسورة البقرة في هذا الكلام؟ الحكمة ضالة المؤمن. فالإنسان يعني واتقوا الله ويعلمكم الله. اليوم كان طلعت من المسجد في صلاة الجمعة، وكان واحد شاب هو محامي اليوم، هو محامي وتعلم معي في نفس مراحل التعليم. احنا تعلمنا، احنا في الداخل الفلسطيني. تعلمت انا في مدرسة عبرية من الثامن الى 12، ثم خرجت انا الى الولايات المتحدة. تعلمت في ذا ديستريكت اوف كولومبيا، واشنطن. هو اتعلم معي يعني ابتدائية في بلدنا، في عندنا هنا في البلد، الثانوية في مدرسة عبرية زراعية، وثم خرجنا. هو خرج الى ايطاليا اظن وتعلم محاماة هناك. الان اللغة العربية تبعته تعبانة، وبقول لي انت ما انت مشيت بنفس المشوار، منين جبت اللغة العربية؟ بقول لي هل اجتهدت؟ هل هذا اجتهادك؟ اسمع لي. هو بقول لي اجتهادك، انا بدي احط على النقطة هاي الكلمة التي كلفتني غالي. هو بقول لي اجتهادي، ولا بقول له هذا فضل الله. طيب مليح، هذا اجتهادك. بقول له لا، انا بدي اركز على كلمة انه فضل الله علي. طيب مليح، انت اجتهدت يعني رحت تعلمت تسوي. قلت له هذا فضل الله علي، انت مش محامي بشطارتك، هذا فضل الله عليك. النقطة هنا انت بدك تنتبه كيف تعيش حقيقة التوحيد. ما هو انا لو بدي اجاوبه ببساطته انه انا عم رحت، ما هذا اللي قلته انا بال 2015. بال 2015 قلت انا اجتهاديا لكنت احضر واجهز الحلقات والقيها على مسامع الناس وهكذا. ولما سالوني الشباب من اين لك يا ابو احمد هذا الكلام اللي بال 2015 كنت اتكلمه في المساجد؟ قلت له اجتهادي كلفتني، انطفى كل شيء، ذهب مني كل شيء. فهاي الكلمة كيف اعيشها حقيقة؟ اني ما اغلط فيها، مش لاني شاطر، مش لاني صاحي. هاي كلفتني غالي، ولكن هذا فضل الله علينا. ترجع فضل الله عليك. لازم تفهم انك انت هنا كيف بدي اعيش حقيقة اياك نعبد واياك نستعين. هذه هي يا جماعة، هاي اياك نعبد واياك نستعين، انه لا معبود. طبعا ما احنا فاهمين مش معبود، ولكني انا اعبد الدولار، وفلان يعبد الشيكل، وفلان يعبد العمل، وفلان يعبد الموبايل، وهكذا. احنا كل واحد يعبد شيء، وبالاخر نقول لك اياك نعبد واياك نستعين. يعني الكلام في واد والحقيقة في واد. طيب، وصلت الرسالة أنا الحديث الآن. أنا وصلت رسالة إنه إحنا بنقول شيء ونفعل شيء، وهذا الذي يغضب الله. إننا لا نستعين بالله، ولا نرجو لله الوقار، ولا نراقب الله، ولا نخاف الله. اليوم أنت بلا مؤاخذة، لما أنت تعرف إنه مصدر رزقك من معلمك الفلاني، هل بتغضبه؟ هل بتضايقه؟ هل بتسوي له مشاكل في المصنع؟ انت عارف هو اللي مشغلك وما فيش محل ثاني. كيف بتصير تحسمس، بتصير تتلمس، بتصير انك انت افضل واحد وبدك تشتغل وترضي وهكذا. ايوه هي لكنك انت ما بتعرف من الذي يرزقك. هاي مشكلتك. كيف انت بدك تعيش حقيقة ان الذي يرزقك هو الله؟ بدك تعيشها. انت ان وجدت في هذه الدنيا
انت وجدت خرجت من بطن امك، اما كانت ترضعك وبعدين طعمتك وبعدين يجيك الاكل وانت بدأت تاكل وتشرب وتروح وتيجي وتشتغل بتعرف انت وانت بتعرف انك انت هذا كله عطاء من الله. لما الله بيحرمك، لما الله بيسحب من تحتك البساط، بتبطل تستطيع تأكل او تشرب، او ما فيش شغل، صار لي سنتين بدور على شغل وما فيش شغل وما خليت مكان، وبتعرف انه شهاداتك ما نفعتك ولا شيء نفعك. شو بتصير تساوي؟ انتم امثالكم وانا منكم امثالكم. شو ليش اجيتوا على الاستغفار؟ لماذا جئتم الى الاستغفار؟ عشان اياك نعبد واياك نستعين. فالله يريد ان يعلمك كيف تطبق اياك نعبد واياك نستعين. لما سكر عليك كل باب، الله اراد ان يفعل بك هذا الشيء، ان يعلمك ما معنى اياك نعبد واياك نستعين. اياك تركك لوحدك، ركبت ديون 200,000 دولار، انت مديون وما فيش شغل والناس بدها منك مصاري، وانت خايف تترقب مسحور تعبان ولا اشي ظابط معاك، وعمال تتأفف ومش عارف كيف تخلص. فلما كنت اركنت على قوتك، لما خلي يعني هو اجتهادك، لما كنت باجتهادك انت وتجتهد لوحدك، خربت الدنيا، انكسرت بالتجارة، ويمكن بعت عقاراتك، ويمكن انك انت مريض، ويمكن انك انت يمكن في منهم بدهم يطلقوا. بسم الله. احنا بدينا بالموضوع شو علاقة الاستغفار وسورة البقرة في حسن التوحيد. لو انكم توكلون على الله حق التوكل. كيف انا علي دفعات كثيرة. كيف واحد بقول لك اليوم يا اخي ما نقدرش نعيش بلا ربا، في عندك حل؟ في عندك حل؟ نعم طبعا، هو الحل في الاستغفار. ما هو اول اشي هاي نبعة الرزق تبعتك، نبعة الرزق يعني مسارب الرزق اياها هنا، الله كتب لك اياها هون. شو بتسوي انت بذنوبك؟ ببلش تسكر سكر سكر سكر، بطل في منفس تطلع منه الارزاق. هي كأنها حجارة، سكرت باب النبعة بكثر ذنوبك. في ذنوب بتقدر لها تستطيع التخلص منها، وفي ذنوب يعني استحكمت. طيب انا ما نحن جبنا سيرة الربا، كيف بدنا نخلص عشان ما تفوتنيش هاي النقطة. أنا لما بلش ابدا استغفر وانتهي من الذنوب، فهذا الاستغفار شو بيعمل؟ يزيل هذه الحجارة من فوهة النبعة الرزق تبعي، يزيله. 1 2 3 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا الاكثار الذي بسميه صوصوة، بيعرفوش ما فيش عندهم حل ولا لشيء، ما عندهمش حل ولا لشيء، لكن بنظروا مستمرين بالتنظير. ما الواحد اذا الواحد شوية هيك لو في حياء من الله كان تفقدوا انفسهم، هل غيرنا اشي بهذا الواقع الذي نعيشه ولا دمرنا الدنيا؟ هم دمروا الدنيا. على كل حال خلينا نستمر. فاستغفاري سكر مسارب الرزق، فتح مسارب الرزق التي كانت الذنوب هي مسكرتها. طيب جبنا اخر 3 ايات من سورة البقرة، اخر 3 صفحات من سورة البقرة، مش 3 4 صفحات. الصدقات شو بتعمل لك، واذا اقترفت الربا شو بيصير معك. ما هو الله حاربك وسكر مسارب الرزق، وانك بدك تفوت على فصل الدين الكبير. نرجع، انا عارف الامور شوي، هاي بدها محاضرة، انت عقبالي وانا عقبالك، وتسأل واجاوب عشان تطلع انت فاهم 100%. انا كيف بدي اتوكل على الله حق التوكل؟ الله جل في علاه عندما قرأت سورة الفاتحة وقلت اياك نعبد واياك نستعين، اعطاك سورة البقرة. والرسول عليه السلام شو قال لك؟ تركها حسرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. فاتحة سورة البقرة بتدل عليها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يكونون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كيف بدي آمن بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب. الكلام إشي والحقيقة إشي.
احنا بنقول من آمن بالغيب، بنقول ان الله الرزاق، بنقول ان الله الامر بيد الله، بنقول كل الكلام الصحيح، لكن ماذا نفعل؟ عكس كل الكلام الصحيح. وانا اقول لك ما فيش الا من رحم ربي، هاي يمكن واحد بال 200 مليون او واحد بال 500 مليون من المسلمين، الا من رحم ربي، عشان ما حداش يفوت حاله بمن رحم ربي. كلياتنا غرقانين ونفكر حالنا مشايخ. وصلت؟ الاستغفار يجعل فيه آيات حسية بثبت دينك فيه، بثبت دينك. واستغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طب انا لما بستغفر، انت افضل نموذج. انت يا متابع هنا، انت مثلك كمثل الصحابة. الان انت لما بدأت تستغفر وتبت من الذنوب وقبلت، وانت بعدك في مشوار الاستغفار، انت مثلك كمثل المتصيدون في الماء العكر، لا تتصيدوا اكثر من اللازم. فبعرف انه في ناس تتصيد، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. الان انت مثلك كمثل الذي قال عنهم الرسول عليه السلام قبل، لا هذا لا ينطبق عليك، يعني الانبياء اشد بلاء ثم الذين يلوا فيلوا. انت الان دخلت في هذه الدائره بعد ما تبت وبدات تستغفر وتبت الى الله وبدات تقرا البقره وهكذا. انت دخلت الانبياء اشد بلاء ثم الذين يلوا فيلوا والاولياء وهكذا. الان انت دخلت في هذه الدائره. شو هي الدائره؟ فيها اعداد. انت قيد الاعداد، انت قيد انك تشوف الايات الحسيه، تراها ملموسه بأم عينيك. نستغفر فينزل الله السماء مدرارا، نستغفر فإذا هذا الهم الذي كان عندي زال، وهذا الضيق الذي عندي ذهب. فهمت؟ والرزق يأتيني من حيث لا أحتسب، فأنا صار عندي يقين. اسمع مليح، هذا كلام يساوي 500 ألف مليون كتاب بتألفوا بالكلام. لما أنا عندي الحقيقة الملموسة، أنا استغفرت ووجدت المطر، ووجدت إن الهموم اللي كانت ركبتني ومغلبتني ذهبت عني، والضيق الذي كنت عايش فيه تغير، والرزق يأتيني من كل مكان. هذا هو إن أنا الآن بدي أعيش حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. الآن بدأ أعيش حياة إياك نعبد وإياك نستعين. من المترجم لهذا الكلام؟ إني أنا أربط الاستغفار بالفاتحة بسورة البقرة. سورة البقرة احنا بنحكي كلام وكأننا بنحكي كلام كله صحيح 100% بتنفذ، بس انت مش منتبه له. من اللي بيخليك تنتبه له؟ سورة البقرة. لما انت بتردد سورة البقرة هي بصيرة. انت كانت يعني في بعض الأحيان وانت يعني تقود السيارة تتفاجئ شيء هيك امامك سيارة، يعني بتقول انا كانت تطلع امامي، يعني تحتي اجري، ليش ما الشارع قدامي، ليش ما تطلعتش الى الامام ابعد؟ فهمت؟ انت لما انت سبحان الله السيارة، حتى السيارة فيها الفوانيس الضيات، لما بتحمل السيارة فيها ضيات بترفع، وهكذا انت بسورة البقرة بتصير البصيرة. انت كنت بين اجريك تتطلع هيك، يعني تحتيك تتطلع تحتيك مش شايف شيء، هاي دائرتك مش شايف ولا شيء، محيطك بيتك هكذا. لما انت بدأت تقرأ سورة البقرة بدأت تفتح عينيك تفتح عينيك تفتح عينيك تفتح عينيك، بدأت تتوسع. صرت تحبك الأمور في بعضها البعض، تحبك يعني تربط الأمور في بعضها البعض. صار ويؤتيكم الله الحكمة واتقوا الله يعلمكم الله. بدأ الله يعلمك يفهمك شو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فأعطاك الله إياها في الاستغفار وسورة البقرة وفي كل كتاب الله، ولكن بالخصوص سورة البقرة التي ستحلق منك السقطات، التي هي كمان بتسكر مسارب الرزق. كيف ممكن أكون أنا مديون مهموم طريد، حالتي تعباني، خايف، أترقب، أمور مش مظبوطة، علي ديون كبيرة، فيش حدا بيحترمني، كيف ممكن أني أنا أقول إذا سألت فاسأل الله؟ والله صحيح.
وإذا استعنت فاستعن بالله. أنا برفع يدي ولكن أنا مش شايف في جواب. لما أنت بتفهم الكلام صحيح جماعة، هذا الكلام بده تعيده مرة ومرتين وثلاثة، تربط الأمور ببعضها البعض. الكلام بدك تربط الكلام بعضه ببعض، إنه كيف الاستغفار وسورة البقرة سيأخذك يا معاذ ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وهي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. سمعت أنت بالآخر التفسير، يا معاذ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كيف؟ بسورة البقرة والاستغفار، الأرزاق، الحياة الطيبة، القوة، التمكين من عند الله جل في علاه، سيأتيك تباعا من عند الله. فمن ذا الذي ستسأله بعد الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين حقيقة سأعيشها. الله فتح علي مسارب الرزق التي كانت مغلقة، والله فهمني كل هذا الموضوع في سورة البقرة. وسورة البقرة هي البصيرة، هي الحكمة، هي حسن التوكل، هو الفهم الصحيح لمفهوم الرزق. كتبت أرزاقنا في بطون أمهاتنا. ليش تني أحسدك؟ أنا ببيع سيارات وانت تفتح إن شاء الله تفتح 100 مصنع للسيارات، وأنا مالي ومالك. أنا رزقي عند الله. مع مين هذا بتصير؟ هاي بتصير مع الذين عاشوا أقفال سورة البقرة. أقفال سورة البقرة الذين جاهدوا فينا. الرسول عليه السلام علم أصحابه التوحيد. تتعلم التوحيد الصحيح التطبيقي، مش كلام انك تحفظ اسماء الله الحسنى وانت غشاش وانت سراق وانت كذاب وانت منافق وانت بتحب حالك ومستعد تاكل الدنيا كلها ولا تخلي لي يعني لقمة واحد ياكلها. شو يعني حافظ اسماء الله الحسنى وتتفنن في معاني الكلمات فيها، وحافظ كتاب الله وتتفنن في المعاني وفي قلبك شيء علي؟ شو معانا؟ تركض على الصف الأول وتصلي وما شاء الله عليك، وبالآخر ماكل ميراث أهلك وعاقق لوالديك، وهكذا أمور لا تنتهي معك. كيف؟ منين هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. من أين؟ هذا كلام، لكن كيف هيشو حقيقة؟ سورة البقرة يا جماعة الاستغفار بالدوزر، هذه الجرفات العملاقة التي تجرف كل شيء. استغفار يمهد لك الطريق. مش انت مثلا الشاب اللي بده يروح عند دار عمه عشان يحكي بعروس، بيبقى هيك يعني شوي هيك في عنده كيف بيقولوها وجل، فبده حدا يمهد له الطريق يقول له يلا بدنا العروس، وهكذا عشان يعني ما يستحي ويصير وجهه احمر. وهكذا هو الاستغفار يمهد الطريق امام كل شيء، يعني منظف الطريق امامك حتى تعبد الله على اريحيه، معك ثقه في الله انك انت الله رازقك، الله معطيك. مش انا بعدني بفت عليك، مش انا مصرياتك مش من عندي، مش من دكانتك، انت عارف انه من عند الله. انت عارف ان الله اللي فتح. ما كانت مسكر الدكاني وخربان الدكاني وما فيش رزق والصحة خربانة واحياها الله، اراها عادي المسارب الرزق كلياتها والصحة والقوة وكلياته في هذا الاستغفار. انا كيف بدي اعود اطلع على غير الله، اسأل غير الله؟ كيف؟ ما كله بده يذهب مني إذا سألت غير الله. ما أنا صرت أعيش الحقيقة يا جماعة. الحقيقة مش إني أنا أحفظ كتاب الله وأنا كذاب. طبعا إحنا بدنا نحفظ كتاب الله ولكن نعيش. المشكلة في ناس تأخذ شهادات تفكر صارت أنبياء بينزل عليها الوحي. صراحة أنا والله أقلكم علم، لا أتوج نفسي ولا بشيء، لا شيخ ولا شيء، لكن أعيش حياة طيبة كريمة مما فتح الله علي بسورة البقرة والاستغفار. وانتوا شفتوا، وانا اخذت سورة البقرة الآن 4 مرات، واخذت آل عمران معها، واخذت تقريبا 17-18 ألف استغفار، واخذت معها كمان سورة طه، واخذت شو كمان والحوقلة. عشان اللي بتلكع بيقول لك انا ما اقدرش استغفر 3000، انت بدكاش تجتهد. فأنا لما بدي أتكلم عن نفسي، هل أستطيع؟ نعم نستطيع، وأنت تستطيع، وهناك إخوة شمروا. فأني إياك نعبد وإياك نستعين، بدي أنا أعيش الملموس من عند عطاء الله
الله أعطاني أدوات أعيش فيها. فقلت استغفروا ربكم. نعم يا ربي، شو قلت لنا؟ استغفروا ربكم. طيب إنه كان غفارا. شو يعني غفارا؟ يعني يغفر. يرسل السماء عليكم مدرارا، دلالة المغفرة. فالمطر آية حسية لو كانت بصحاري، وهذا كله نتكلم عليه احنا حقيقة عاشوه الناس، مش يعني شيء درس جديد. فالمطر لو كانت بصحاري أمطرهم الله، ولو كانت لم تمطر عندهم إطلاقا أمطرهم الله، للمجتهدين الذين جاهدوا فيها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم وأمدهم الله بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا الذي فضل الله نعيشه. ولو كانت أمة لكنا نتعنعم إحنا الذي القادة في هذه الدنيا. فإياك نعبد وإياك نستعين. الله أعطاك سورة البقرة يستعين فيها، التي ستفهمك كيف تصل إلى كل شيء حتى تكون أنت مستعين بالله. شو يعني أطلع مع الكلمات؟ لا يا أخي. يعني أتفكر؟ لا يا أخي، هذا علوم أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فأنت لما بتقرأ وتردد وأكثر، والظاهر أنه كل الأحاديث التي قال عنها رسول الله افعل تجد، بدها إكثار. افعل تجد كلها بدها إكثار، مش مرة واحدة. لا بالاستغفار 3 مرات ولا 70 ولا 100. نحن لسنا رسول الله. أبو هريرة ما ذكرت قصة أبو هريرة رضوان الله عليه. نسمع قصة أبو هريرة على السريع. سيكون على الدرس هذا النصف الثاني على الفيسبوك 36 دقيقة، مش مهم. أبو هريرة رضوان الله عليه قال ما علمت من أحد يردد رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم أظن أكثر من رسول الله، أو إذا كان الاستغفار نفسه. وعلما إن أبو هريرة له ورد من 12,000 استغفار يومي، ويقول على قدر ديتي أو على قدر عتقي أو على قدر ذنوبي. فإذا كان رسول الله يكثر أكثر من 12,000، إذا هو يتكلم فسبحان الله. الذي كان يعدوه على رسول الله وهو جالس، يعني يكون دائما اللي كان يعد كان موجود مع الرسول عليه السلام. هل كل الصحابة كانوا يعدوا لرسول الاستغفار؟ بعض أشخاص، ومش كل الوقت كانوا معه. لربما كان الرسول عليه السلام لازم الاستغفار كما يعني لازم أكثر منا. حتى أنت داير معاه مع الرسول عليه السلام ماذا يردد؟ اللي كانوا يسمعوه 70 استغفار أو 100 استغفار، وهو الرسول عليه السلام قال إني أستغفر الله. فكانت الأعداد 70 هي وكأنها يعني كيف بيقولوها الماكسيموم. تعرف يعني عندنا مليار، بس أجيب لك رقم اسمه أبصر شو اسمه بتفهموش، فأنا بقول لك مليار، فأنت خلاص فهمت إنه هذا رقم كبير جدا. وهذه 70 كانت عندنا رقم كبير جدا. استغفر لهم ولا تستغفر لهم 70 مرة، يعني الإكثار. شوف سورة البقرة، الحمد لله 1.5 سنة من قراءة سورة البقرة، وشفت منها كل خير، وتركنا كل السقطات بفضل الله. قرأتها 4 مرات و5 مرات، وصرت من المبلغين بعدما كنت منبطح تحت الشهوة، بعد أن كنت منبطح تحت الشهوات لسنين. بالمختصر سورة البقرة ربتني من جديد. والاستغفار 6 أشهر لا يقل عن 40,000. شفت المطر أكثر من مرة، والرزق من حيث لا أحتسب، وراحة نفسية وأحلام وخيرات ومبشرات. شوف هاي الرسالة الأخرى. والله يا إخواتي الاستغفار عجيب جدا. والله كنت فقير لا أملك شيء، التزمت الاستغفار 1 واحدة فقط. والله إني تزوجت ورزقت، والرزق يأتيني من حيث لا أحتسب، الحمد لله. والله إني قطفت ثمار الاستغفار. هنا كمان بارك الله فيك عمي أبو أحمد، يا جماعة الاستغفار سيهدم دول الكفر كلها. انشروها هذه العبارة انشروا هذه العبارة فهي مزلزلة. وأنا أظن إنه لو ينتشر الاستغفار بين أغلب المسلمين سينسف الزعماء والفاسدين، ويصبح أغلب الدول العالم مسلمة. فإخوتي الكرام، كنت فقير فأغناني الله. طب مين بدي أسأل بعدين؟ روح أسأل الناس.
بعد الاستغفار الله أغناني، بدي أرجع للاستغفار وأتوب إلى الله وأراقب الله عشان ما تذهب مني ثمرات الاستغفار. وسورة البقرة فيها بصيرة، بتبصرك في عيوبك، بتبصرك في ذنوبك. فهنا إياك نعبد وإياك نستعين، هنا الاستعانة الحقيقية التطبيقية من خلال الله أعطاك سورة البقرة أن رأسا تدخل إليها، ما أن تنتهي فينبهك الله بفاتحة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب لازم يكون في إشي يشعرك بالغيب، لازم إشي تستلمسه. صحابة رسول الله رأوا سيدنا إبراهيم قال: ربي أرني أنظر إليك، أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا موسى قال: ربي أرني أنظر إليك. فالرسول عليه السلام رأى، صحابة رسول الله رأوا. ما منعك الله جل في علا أن ترى آيات حسية حتى يثبت إيمانك، فيكون سؤالك كله فقط لله، توجهه لله وتعرف أمرك إنه عند الله. عشان هيك لما انت واحد بقول لك هذا اجتهادك، هاي يعني انت يعني والله جدع عندك، هاي كل هاي التجارة عندك، هذا فضل الله علي، هذا فضل الله علي، هذا مش إلي، هذا فضل الله علي. وإذا ألح عليك يقول لك يعني انت اجتهدت، بترجع بتقول له هذا فضل الله علي. من اللي أعطاك القوة إنك يعني تأخذ هاي الهمة وتعمل وتقرأ قرآن أو تأتي إلى الاستغفار أو تأتي إلى هذه القناة من بين ملايين القنوات حتى تفهم حقيقة التوحيد العملي؟ تطبيق. أنا مش بدي أعرف أسماء الله الحسنى 99 أو أكثر، وبالآخر أنا بنسب فضل الأعمال لنفسي، وأنا أشرك بالله ولئن أشركت ليحبطن عملك، فينسف الله كل الأعمال. وأنا أعرف حديث المفلس، فكيف أنا أخرج من دائرة المفلس بدون سورة البقرة؟ لا أستطيع يا جماعة، إحنا بشر، إحنا ناس، في شيطان بيلعب فينا هيك بيسوينا. لا أحتنكن ذريته. الحين هو هذه الحديد التي يضعوها أجلكم الله في فم الحصان فيأخذ هكذا، فيأخذوا يمنة ويسرى، وين بده بيروح، وهكذا يفعل بنا الشيطان. طيب كيف؟ سورة البقرة ستنسفه وتنسف أسعاره مع الاستغفار. ليش الاستغفار؟ لأنه أنت أول إشي في عقاب، أنت كنت بعيد، عاقبك الله ونعذبه العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون، فأنت رجعت في العقاب. فأنت عندما رجعت بدأت الاستغفار، ومن الاستغفار يقودك الله إلى سورة البقرة. فما بين الاستغفار آيات حسية، أرزاق، خيرات، حياة، هذا أمور تترتب. قلنا هذه الجرفات التي تمهد لك الطريق حتى تأتي، وسورة البقرة تبين لك. شفت هذا الدين ما الذي نسفه؟ الاستغفار. سورة البقرة بتفهمك، بتترجم لك كل العمل اللي سويته بالاستغفار، سورة البقرة بتترجمه. فيعطيك الله الحكمة فيها، ويعطيك الله البصيرة فيها، ويعطيك حسن التوكل فيها. ما أنا حسن التوكل أنا بالاستغفار، الله كافيني والله رزقني. فيعطيك الله حسن التوكل، لئن توكلتم على الله حق توكله. ما هو التوكل بالاستغفار؟ كيف؟ من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب بالاستغفار. فأنت متوكل على الله بهذا الاستغفار، تردد والله يأتيك، هو الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. فهذه سورة البقرة هي بصيرة. شو يعني بصيرة؟ يعني بتبين لك هذا منين أجا، وهذا من شو، ليش أنت أخذت هذا العمل، ليش الله أعطاك هذا، وليه منعك من هذا. وأنت مراقب، بتصير مراقب. واتقوا الله ويعلمكم الله، بتصير مراقب. بصيرة، مراقب لا يعني هذا الشاب، الرجل الذي يعني تعلم معي في مراحل التعليم، يعني لو اني انا يعني شوي هيك غافي شوي كان وقعت في الشرك كمان مرة. يعني هذا اجتهادك، ومرة ومرتين وثلاث. اخي هذا مش اجتهاد، هذا فضل الله علينا. ما هي هاي المفاهيم الناس بتفهمهاش، الناس ما بتفهمها، ضيعتها. وهي اللي مضوع لها دينها ومضوع لها ارزاقها، هاي المفاهيم الصحيحه انه هذا فضل الله علينا. بتلاقي معمر بيت جميل وكاتب هذا فضل الله علينا، وبتقول له من لك هاي الفلوس، بقول لك انا مقاول كبير، شوف عم بترد الفضل لنفسه، كاتب على البيت هذا من فضل ربي. شوف القول في مكان والحقيقه في مكان اخر، شرك لا ينتهي. انما اوتيته على علم، وهكذا.
فمش الموضوع يا جماعة اني انا اقول الله هو الرزاق والله هذا ملك الله وانا افعل ما اشاء بهذا الملك ولا خايف من حدا. بدي اكل اخوتي واكل الدنيا وحسود وبغش وبسرق وبكذب وعامل حالي وبصلي بالصف الاول مساويها سلطة، كل شيء سلطة. يعني وين الخوف من الله؟ بيقبل الله، بيقبل هاي الاعمال. اعرضت هذه الاعمال على حديث المفلس؟ اعمالي كل مسلم على وجه الارض اعرض اعمالك على حديث المفلس اخي الكريم. اعرض اعمالك على ان يا رسول الله ان تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيراني في لسانها، قال لا خير فيها في النار. اعرض كلامك على الاباحيات الذي اذا خلى في محارم الله انتهكها جعل الله اعماله هباء منثورا. طيب شو الذي يمسكني انا؟ فاياك نعبد واياك نستعين سورة البقرة ما جاءت ورا الفاتحة، فاتحة وراها تفتح المصحف الفاتحة ثم سورة البقرة، اعطاك الاستعانة عشان ما تبحثش في عالم اخر. فالاستعانة انت الله ببين لك، حتى التشريعات كلها موجودة في سورة البقرة. يعني احنا انا بقول مفهوم التطبيقي. يعني فلان بيعرفش يقرأ ولا حرف لكن بيعرف يدعو الله، ولا بيعرف يقرأ ولا شيء بس بيعرف يدعو الله، واذا دعا الله يستجيب. ما السر الذي بينه وبين الله؟ انها التقوى. طيب كيف اتقى الله؟ خلص بالمعنى يعني. فانت بتعرف معاني كلمات كثيرة وبتحافظ كتب، حافظ قراءات حافظ لكن مش حافظ كيف تحفظ الله يحفظك، وكيف تسأل الله إذا احفظ الله، تراقب الله، تخاف الله، تنصر الله، يعني تحبب الناس في دين الله، تكون مرآة لدين الله، تكون مرآة. يعني الناس إذا شافوك والله هذا على أخلاق، والله يا أخي هذا شو دينه، والله هذا هو الدين الصحيح، مش مسميات أنا سلفي وفلان إخواني وفلان سمي ما تشاء من هالكلام. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فهم صحيح يكفيني يا أخي لدين الله. سورة البقرة أفضل لي من كل المسميات، سورة البقرة أفضل لي من كل المسميات. سأفهم الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرددها والله يربيني ويعلمني. كما قال الشاب كنت منبطح تحت الشهوات، وكم من قصة نزلنا كنا منبطحين تحت شهواتنا وتحت ظنوننا وتحت فهمنا الخاطئ، وكنا ما تركنا تجارات إلا قلبناها وما تركنا مش فاهمين شو السيرة. لكن فضل الله علينا إنه منعنا، فعندما منعنا بدأنا نبحث عن خلاصنا. فكانت أول طريق طبعا هي الصلاة في وقتها والاستغفار. فالاستغفار سبحان الله طبعا كان في قيام ليل، كان في صلاة رسول الله، كان كثير. فعشان أنا أعيش حقيقة التوحيد يا جماعة، ما فيش إلك عند الله شيء إذا ما تعرفش حقيقة التوحيد، عشان ما تقعش. هذا الشاب بيجردني من القناة يا جماعة. هاي القناة اللي بتكلم فيها لو اني وافقته قلت له هذا اجتهادي، يمكن هذه القناة ينسفها الله نسفا. عشان تفهموا شو معنى الكلام، ينسف كل الذي عملته. انا صرت هذا اجتهادي، قل هذا اجتهادي كما فعلت بال 2015. والله مباشرة انهدمت عزيمتي عن كنت 30,000 استغفار في اليوم، 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، دروس كنت أعطيها في المساجد، صدقات، جلوس بين الفجر والشروق، 13 ركعة من قيام الليل، وبرمضان كانت 20 ركعة من قيام الليل. وكل هذا بس قلت اجتهادي، نسفه. وكأنه طبعا هو بدون قصد، وكأنه شيطان يريد أن يوقعني في كلمة، وبدون قصد منه يعني، وكأنه يريد أن يوقعني بكلمة نعم هذا اجتهادي. أنا أتكلم هكذا كما أتكلم معكم، وجئت بهذا الكلام كله من اجتهادي. أنا اطلعت على الكتب وسمعت هنا وسمعت هناك وجمعت الكلام كله، قلت له واتقوا الله ويعلمكم الله. إحنا كل واحد موجود، قلت له أنت محامي وأخوك عنده يعني عامل خضرة، وأنا ما متأكد إنه هو مش يعني قليل العلم، بس خلص الله ساقه، كل يسر لما خلق له. فما الشيء مش شطارة منك أنت كنت هنا وأنا هناك وهكذا. فهمت شو معنى إنك إياك نعبد وإياك نستعين؟ أن لا تضيعها بكلمة، بتضيع كل الدين بتضيعه. نعم
عندما تظن انك خير الناس، وعندما تنسب فضل الله عليك لنفسك وتقول نعم انا معي 5 شهادات، انا عملت 5 شهادات، وهاي المشايخ كلها والمعاش ولا شهادة مثلا على سبيل المثال، انت نسبت هذا العمل لنفسك. الله يبارك فيكم، اعتذر انا طولت. خلاصة الكلام، تطبيق اياك نعبد واياك نستعين، فانا لا اسأل مع الله احد، واراقب الله، ولا اقترف الذنوب مخافة الله، واتقوا الله يعلمكم الله، انما يتقبل الله من المتقين. واعرف ان رزقي كتبه الله في بطن امي حقيقة، لن يقترب منه احد، فاحبك ولا اغشك ولا اضحك عليك ولا امكر بك، ولا اقترف الحرام. وبعرف انه انا ضعت في الربا بسبب ذنوبي، فانا لما بترك الذنوب قدر المستطاع وابدا بالاستغفار، استغفار استغفار، سينسف هذه الحجارة التي سكرت باب نبعة الرزق تبعي. الذنوب هي حجارة سكرت باب الرزق، فصار الرزق قليل، بطل يخرج، انا مديون، يلا على البنك اركض، يلا فلان له علي فلوس، يلا وهكذا يأخذك الشيطان يحتنك ذرية، تروح على السوق السوداء، تروح تخرب، تغش، تبيع بضاعة مزورة، بيودرك هذا الشيطان بسبب انك هذه الذنوب. لما بتنتهي وتلزم الاستغفار ستبدأ هذه الحجارة تخرج من هنا حتى تفتح مسارب الرزق وتبدأ تعود إليك ولا تحتاج، وستسد القرض الربوي وتسد الديون التي عليك، وسعيتها رايح تعرف إياك نعبد وإياك نستعين، ولا نعبد مع الله أحد، ولا نسأل مع الله أحد، ولا نرجو من عندي غير الله أحد، إلا إن الله أمرنا إن نحسن لبعضنا البعض، نحب بعضنا البعض، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نزور المريض، نرحم الفقير، وهكذا. هذه أوامر الله ننفذها بكل حب وكل إخلاص. إن شاء الله تكون هاي الرسالة وصلت التطبيق الفعلي لإياك نعبد وإياك نستعين. فإذا كانت سورة الفاتحة قالت لك إياك نعبد وإياك نستعين، وكتاب الله كلياته فيه إياك نعبد وإياك نستعين، لكن كيف نستخلص من هذه سورة الفاتحة هي أعظم، لخص لك إياها لما بقول لك بسورة البقرة والاستغفار لن تسأل مع الله أحد، لأنه سيغرقك في كرمه جل في علاه، ويغنيك من فضله، ويشفيك من أمراضك، ويشفيك من أسحارك، ويعطيك فوق الذي كنت تتمنى. وبسورة البقرة هي الترجمان لكل شيء أنت عمال تعمله، ثم هي المنبه لكل شيء حرام أنت تقترب منه. لأن سورة البقرة كما قلت لك هي عقلك المدبر. نحن لا نريد أن ندبر شيء. هنا في يا نفس أمارة بالسوء وشيطان يأمر بالفحشاء، يا إما عندما تستحكم من هذا الراس والتفكير وكل شيء، هنا سورة البقرة شوي وشوي استحكمت، فإذا استحكمت عليك فستقودك إلى رضا ورضوان من الله، ستقودك إلى الفهم الصحيح لمراد الله من وجودك أصلا ومن كل شيء، وكيف يرزقك الله، وكيف لا تسأل مع الله أحد، وكيف إن رزقك خلص الله بيشغلك بعالم آخر، تخرج من دائرة من كان همه الدنيا إلى من كان همه الآخرة. هذه الحلقة مهمة جدا إنك أنت تفهم ليش ما تستغنيش عن سورة البقرة والاستغفار أبدا ما أحياك الله. بدونهن رايح تسأل غير الله، بدونهن مش رايح تفهم لماذا حدث ما حدث. بدون سورة البقرة والاستغفار رايح تضيع، وترجع الديون، ترجع الهموم، ويرجع الذل والهزائم، وترجع تشرك بالله وتنسب فضل الله إليك لنفسك. فهمت؟ راحت البصيرة منك، راحت الخيرات التي أغرقك الله فيها بسبب لزومك الاستغفار وتركك للذنوب ومراقبة الله، هذا حلال وهذا حرام. البصيرة، نعم بصيرة عينيك الكبار هذول هي سورة البقرة. أنت بدأت ترى أكثر، بالأول كنت تنظر تحت قدميك، تنظر ومش شايف شيء لقدام إلى الأمام، لكن مع سورة البقرة بدأت تتكشف الصورة هكذا هيك، بدأت تنظر ها بدأت تتسع، بدأت تشوف كل شيء. أنت ممكن تعرف لماذا فلان غلبان، أخوك غلبان ليش؟ هو الله مغلبه، ستعرف الحكمة من هذا الأمر.
لما تشوف واحد صدقني وجهه تعيس، وجهه مجعلك، هذا مش قباحة، وجهه مجعلك تعيس تعبان، ويمكن سيارته مطحنة، والله هذا ما هو فقر، هذا فقر الذنوب، هذا فقر الذنوب، ذنوب يعني كبس يعني هكذا الشياطين والأسحار ركبته لكثرة ذنوبه، عليه أن ينتهي. يا جماعة بكفي غيبي ونميمي يعاقبك الله عليها، لا انت شكل ولا انت منظر ولا انت راضي عن نفسك ولا حدا راضي عنك، وجيبتك خربان وسيارتك خربان وحياتك خربانة. والله سيدنا عثمان رضوان الله عليه كان يقول عجبا لرجال يدخلون علي وقد أرى أثر الزنا في عيونهم. كان في يعني سيدنا عمر عندما رأى سارية على الجبل يروب في نور الله، يروب في عين الله. نعم، وهكذا أنت تصبح تطلع على الواحد حتى من كلامه تعرف أنه صادق ولا كاذب. عندما يتكلم معك تعرف أنه كاذب ولا صادق. اثنين بيتخاصموا بتعرف مع مين الحق ولا مع مين، ولا اثنين على باطل. أنا بحكي على الذي كسر أقفال سورة البقرة وسار معها، يعني مش من أول يوم أنا بقرأ سورة البقرة بدأت أفهم كل شيء، لا. ومش الذي قرأ مرة واحدة كمان، لا يا جماعة، في خارطة الطريق لكل شيء. اقبل النصيحة أو خليك في اللي أنت بتعرفه. اقبل النصيحة، ما فرضنا شيء على حدا. تقبل النصيحة خذها، لأنه إحنا عندنا من كل شيء نماذج مش نموذج. من قرأوا سورة البقرة مرة واحدة سنين، ولكن كان عندي مشاكل. وأنا سأتكلم إن شاء الله عن سورة البقرة 4 مرات، عشان في عندي مشكلة. أنا صراحة أرى إنه كثير من الرقاة يتكلموا بما لا يعرفون شيء عن سورة البقرة. يأتوا بقصص المسحورين الذين عندهم قالوا لهم اقرأ سورة البقرة كذا، وبعد 40 يوم حدثني، فحدثوا شيء وهذاك حدث شيء وهذاك حدث شيء، لكن الراقي لم يقرأ ولا شيء، أو لربما قرأها وتركها، أو لربما يقرأها مرة واحدة. عشان يكون الإشي حقيقي لازم تعيش، لازم تطبق أنت. فما تأتي لي بكلام فلان وفلان وفلان وفلان. الله يفتح عليكم، إن شاء الله يكون إني وصلت الرسالة. بدون إياك نعبد وإياك نستعين ستبقى تحت العقاب، ستبقى أمة في ذيل الأمم. حقيقة أطبقها، مش كلام أقوله. مش حافظ كتاب الله في صدري وأنا أغتاب الناس وأستعين بغير الله، وأراهن على الرئيس الفلاني إذا فاز سيغير واقعنا، وجالس على الأخبار وأقول ماذا مصير مع أولادنا هيك، إلى متى هذا الأمر، ورابط مصيري في رئيس دولي أو أي شيء. مش ما رابط مصيري في ذنوبي، مش رابط مصيري في إنه رزقي كتبه. ما قال لي رزقك، الله ما قال لي رزقك سيكون سعيد إذا كان الرئيس الفلاني هو الرئيس، ما قال لي هيك. الله لما أنا تكونت في بطن أمي أجاء ملك يعني في 120 يوم وكتب رزقي بعد 120 يوم من تكويني. أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك 40 يوما علقة، ثم مثل ذلك 40 يوما مضغة، ثم يأتي ملك أو ينزل ملك فيكتب 4 كلمات: شقي أم سعيد، شقي أم سعيد، رزقه وأجله. رزقك وأجلك انكتبوا في نفس اللحظة. فهنا أنت ما قال لك إذا كان الرئيس الفلاني أو كانت الدولة العظمى هي فلانية، ماليش علاقة فيهن، أنا إلى علاقة في الله. ورزقي يحرره كثرة استغفاري. نعم، لأنه هاي الحجارة تأتي كل الوقت. الحجارة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله الغين، وكأنه شيء من الدنيا هيك يعني يغطي غشاوة يجعل على القلب. وإني أستغفر الله أكثر من 70 مرة. وأنت عندما تستغفر يعني تمنع هذه الحجارة تدخل إيش بفوهة النبعة تبعتك للرزق بكثرة الاستغفار، فيبدأ يستمر. وكانها الصيانة، كأنه الاستغفار هي صيانة لنبعة الرزق تبعتك التي كتبها الله في بطن أمك. فتستغفر في كل أحوالك، عليك ذنوب ما عليكاش ذنوب تستغفر. وصلت؟ ولما انت بتكون عايش مع الحقيقة هذه وعارف انه استغفاري ما غير حالي الا استغفاري، يعني استغفاري لله
فأنا كيف أنا أترك الاستغفار وأذهب لشيء آخر؟ وما فهمني هذا الشيء ووصلت إلى معرفة الله وحب الله وحببت الناس في الله إلا بسورة البقرة. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم هيك بتفهم، وهيك بنفهم كيف إحنا نتعامل، نجعل خارطة طريق نجعل خارطة الطريق لكل حديث من أحاديث رسول الله، والفضل كله لله. الله فتح بصيرتنا من فضل الله بسورة البقرة. الكلام يطول، إن شاء الله تكون وصلت الفكرة إنه لازم تصل أنت لإياك نعبد، يعني لا نعبد مع الله أحد ولا نسأل مع الله أحد، إياك نستعين أبدا أبدا. فأنا لما بعيش هاي الحقيقة أبشر أخي الكريم، رزق لا ينتهي، حياة طيبة كريمة، يعني شيء يسرك، طعام يسرك، حياة طيبة كريمة في الدنيا، وهنيئا لك في الآخرة. طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثيرة، ومن أراد أن تسر صحيفته يوم القيامة فليكتب من الاستغفار، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.